صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ يا رب تبقى بخير. بص يا صديقي، النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل حاجه بسيطه جدا، وان احنا نستخدم ويب سايت عشان نقدر نعمل بيه ابلكيشن. ولو فاكر سكراتش، فاحنا النهارده الويب سايت اللي هنستخدمه هو شغال بنفس الطريقه بتاعت سكراتش اللي هو بنظام البلوك. طيب الويب سايت ده اسمه ايه؟ الويب سايت ده اسمه اب انفنتور. والبرنامج اللي هنعمله النهارده هيعمل ايه؟ البرنامج اللي هنعمله النهارده هنتحكم فيه بالعربيه اللي احنا بنعملها مع بعض. حلو قوي. طيب تعالى ما اطولش عليك ونخش في الفيديو على طول. طيب اول حاجه طبعا لازم نعملها ان احنا نخش على اللينك بتاع الويب سايت. هتلاقي اللينك ده انا بعته لك في الجروب، وهيفتح معاك صفحه زي دي بالظبط. حلو قوي. طيب هتلاقي فوق عندك هنا زرار لونه برتقاني اسمه كرييت ابس. جميل جدا، هندوس عليه. والله عشان ندوس عليه يقول لك لازم تعمل ساين ان. لو انت عندك اصلا اكونت عامل لوجن بجوجل فهو هيفتح معاك على طول. طيب لو ما عندكش اكونت فانت لازم الاول تسجل دخول بجوجل، وبعد كده تختار الاكونت بتاعك هيظهر لك بالشكل ده، تعمل كونتينيو عادي خالص او نيكست ايا يكن حاجه اللي هتظهر لك. هيجيب لك رساله بالشكل ده، والله هننزل تحت ماشي ماشي ونقول له اكسبت ذا تيرمز اوف سيرفيس اللي هو الزرار ده. جميل جدا. طيب بعد كده هيفتح معانا صفحه بالشكل ده، اي حاجه تظهر لك قول له كونتينيو، او لو في اكس اقفلها، كلوز لحد لما الصفحه تبقى ما فيهاش اي حاجه كده. جميل جدا. طيب عشان نعمل دلوقتي بقى او نبدا نعمل البرنامج، عايز الاول افهمك حاجه بسيطه. بص يا معلم، ركز بس معايا. احنا علشان نقدر نتحكم في العربيه زي ما اتفقنا قبل كده ان لازم يبقى في ما بيننا وسيط. ليه في ما بيننا وسيط؟ اولا القطع الالكترونيه اللي موجوده في العربيه زي الموتور واللمض والسنسورز والكلام ده كله ما بيفهمش اللغه بتاعتنا، فاحنا محتاجين حاجه تبقى ذكيه شويه تقدر ان هي تترجم اللغه بتاعتنا دي للغه اللي القطع دي بتفهمها. وطبعا احنا هنعمل كده عن طريق النود ام سي يو، او ممكن تعمل كده عن طريق الاردوينو، مفيش اي مشكله. طيب حلو قوي. طيب احنا دلوقتي عشان نقدر نتكلم مع النود دي، او نتكلم مع الاردوينو، او نتكلم مع السيرفر، كلهم هي تقريبا بالنسبة لنا هم نفس الحاجة. عشان نقدر نتكلم معاها محتاجين نعمل برنامج. البرنامج ده بدل ما نقعد نكتب اكواد، لا يبقى شكله حلو، يبقى فيه زراير، ندوس على الزراير، ولما ندوس على الزرار معين الزرار بقى ده من ورا كده هو اللي بيروح يكتب كود معين وبيبعت كود معين للنود ام سي يو او للاردوينو او للسيرفر بتاعنا. كلهم نفس الحاجة. طيب لما بيبعت الكود المعين ده، والله بقى احنا في الاردوينو او في الكود بتاع النود ام سي يو هنقول ان لما الكود ده يتبعت لك يا نود ابدا اعمل حاجه معينه. يعني مثلا لو انا بعت لك كود احمد مثلا، فوالله امشي لقدام. لو انا بعت لك كود لايت فوالله شغل النور. طب لو بعت لك كود لايت تاني والنور اصلا شغال يبقى تقفل النور، وهكذا. طيب حلو قوي. طب تعالى كده نبتدي نعمل الابلكيشن بتاعنا. عشان نبدا نعمل الابلكيشن بتاعنا هنيجي عند نيو بروجكت اللي باللون الاخضر دي وهندوس عليها. حلو جدا. هيقول لك هنا سمي البروجكت بتاعك، فوالله انا ممكن اسميه فيرست بروجكت، او ممكن اسميه كار كنترول، او ممكن نسميه اي حاجه احنا عايزينها، مفيش اي مشكله. وبعد كده هقول له اوكي. جميل جدا. جميل قوي. هتلاقيه فتح معاك زي كده. طيب بص بقى يا معلم، الموضوع في منتهى البساطه. كل اللي علينا ان احنا نعمله، تعال نفكر مع بعض. انا محتاج البرنامج بتاعي يبقى فيه 4 زراير، زرار لفوق، زرار على اليمين، زرار على الشمال، زرار لتحت، عشان اقدر اتحكم في العربيه بتاعتي. طيب حلو. تعالى كده على الجزء اللي على الشمال ده هتلاقي حاجات كتيره جدا تقدر ان انت تحطها هنا. طب انا مثلا دلوقتي محتاج احط ايه؟ والله ممكن مثلا نحط زرار. شايفين الزرار ده؟ اروح دايس عليه كده كليك، وهسحبه واشده واحطه في الشاشه بتاعتي. حلو قوي. طيب انا عايز الزرار ده يبقى في النص. طب عشان اخلي الزرار في النص بص كده، تعالى كده لو انا جيت احاول ان انا احطه مش هينفع. ده ايه ده؟ مش عايز يتحط. طيب يبقى في حاجه لازم نحطها قبل الزرار. تعالى كده نمسح الزرار، وعشان امسح الزرار هدوس كده على الزرار، وهتلاقي عندك هنا الزرار ديليت، هدوس عليه واقول له ديليت. حلو قوي. طيب محتاجين نحط ايه قبل الزرار؟ والله احنا عندنا حاجه اسمها لاي اوت. طب لاي اوت دي بتعمل ايه؟ لاي اوت دي بتقسم الشاشه بتاعتنا لاجزاء صغيره. طيب انا مثلا محتاج في الاول خالص اقسم الشاشه بتاعتي لاجزاء بالطول. ليه؟ عشان انا محتاج احط زرار فوق، وبعد كده زرارين يمين وشمال، وبعد كده زرار تاني تحت. طيب تعالى كده نفتح البينت وتعالى نرسم شويه. طيب بعد ما فتحنا البينت تعالى كده نرسم، وبغض النظر عن رسمي عشان انا رسمي وحش وانت عارف ان انا رسمي وحش، فمشي الدنيا. طيب بص يا معلم، احنا دي الشاشه بتاعتنا. حلو قوي. طيب
انا عايز في الاول خالص اقسم، تعالى بس نغير اللون كده، عايز اقسم الشاشه دي بالطول. اللون مش باين، تعالى ناخد لون تاني. عايز اقسم الشاشه كده بالطول. طيب ليه هقسمها بالطول؟ والله عشان انا هنا هروح جاي كده هنا وهحط زرار، صح؟ ده الزرار اللي هيمشي لقدام. وفي الجزء ده هحط زرار هنا وهحط زرار هنا. طيب في الجزء اللي تحت هحط زرار هنا. حلو قوي. يعني انا هقسمها بالطول، وفي الجزء ده بس انا هنا هقسمها بالعرض. فهروح واخد برضو اللون الاخضر تاني وهقسم دي بالعرض كده، عشان احط على اليمين هنا زرار وعلى الشمال زرار. طب تعالى نعمل كده مع بعض. بص يا معلم، عشان نعمل كده والله انا هاجي في الاول خالص اقسم بالطول. طب عشان اقسم بالطول هلاقي عندي حاجه اسمها فيرتيكال اهي، هسحبها كده واحطها هنا، وبعد كده ادوس عليها كده، لازم تكون منوره زي ما انت شايف. وهاجي هنا عند الابييرنس وهلاقي عندي حاجه اسمها هايت وويتس. الهايت هو الارتفاع والويتس هو العرض. طيب هاجي عند الهايت وهاجي اقول له فيل بيرنت. حلو قوي. وبرده هاجي عند الويتس واقول له فيل بيرنت وندوس اوكي ما تنساش. وهنا برضو في البيرنت اوكي. طيب بعد كده والله بعد كده قلنا ان احنا عايزين نحط زرار فوق. طب تعالى كده نحط اول زرار. حلو قوي. طيب انا عايز الزرار ده يبقى كبير شويه. طب عشان اخليه كبير هدوس على الزرار كده واجي برضو في الابيرنس. انا عايزك تقعد تلعب في الحاجات دي عادي، الحاجات دي كلها هي الشكل بتاع الزرار بس. وهاجي عند الويتس وهقول له في البيرنت برضو. لما اقول له في البيرنت بص الزرار بقى كبير ازاي. حلو قوي. طيب بعد كده والله بعد كده احنا ممكن برضو نخلي الهايت بتاعه يبقى اكبر شويه. بس عشان اخلي الهايت بتاعه يبقى اكبر فهختار بيكسل، وهاجي هنا مثلا اقول 50 بيكسل واقول له اوكي. كده الزرار بقى اكبر شويه. طيب حلو قوي. بعد كده والله بعد كده انا عايز اقسم بالعرض. طب تعالى كده ننزل عند اللاي اوت تاني وناخد واحده تقسم بالعرض اللي هي الهوريزونتال واحطها تحت الزرار. حلو قوي. طيب الهوريزونتال دي والله انا عايزها تاخد الويدث بتاع الشاشه كلها. عشان اقول لها كده هاجي اختارها، هبقى اعمل عليها كليك وهاجي عند الويدث وهقول له في البيرنت. هلاقي ان هي خدت العرض كله. طيب جواها انا هحط زرارين، فهاخد بوتون تاني كده اسحبه وبوتون تاني احطه جنبه. البوتون ده هخلي الويدث بتاعه بيكسل، وممكن نخليه برضو 50. اوكي نشوف بس 50 هيبقى قد ايه. لا محتاجين نخليه ممكن مثلا 250 واقول له اوكي. ممكن نخليه 200 واقول له اوكي. نقلله شويه برضو خليه 175 مثلا واقول له اوكي. حلو قوي. واجي عند التاني برضو اخلي الويدث بتاعه بيكسل واقول له 175 واقول له اوكي. ممكن نصغرهم شويه، ممكن نخليهم 150 مثلا. حلو 150 هنا تمام و150 هنا تمام. طيب حلو قوي. طيب انا عايز برضو اكبر الويدث الهايت بتاعهم. احنا كده كبرنا الويدث. عشان اكبر الهايت والله هاجي كده عند الهايت وهقول له يا عمو بعد اذنك خلي الهايت يبقى 50. وبرضو الزرار التاني هاجي عند الهايت واقول له بيكسل وخلي الهايت 50 واقول له اوكي. حلو قوي. كده عندنا زرار فوق زرارين، وبعد كده عايزين نضيف تاني زرار تحت الزرارين دول. والزرار ده هيبقى شبه بالظبط الزرار اللي فوق. فهاجي عند الويدث وهقول له في البيرنت وهاجي عند الهايت واقول له بيكسل واقول له 50 واقول له اوكي. طيب لحد هنا كده احنا كل اللي بنعمله بس بنعمل الشكل بتاع الاب بتاعنا، بنعمل الشكل بتاع البرنامج. طبعا بعد كده ممكن نطور في الشكل ده ونعمل اشكال احلى بكتير. انا دلوقتي بس بعرفك في البدايه كده نعمل الشكل ازاي. ممكن المره الجايه انزل لك فيديو تاني اقول لك بقى ازاي نحط صور وازاي نغير الوان وازاي نعمل كل حاجه. طيب حلو قوي. تعالى كده بقى نسمي الزراير بتاعتنا. شايف تكست فور بوتن 1 دي انا عايز اغيرها، انا مش عايزها. والله هاجي عليها كده وهدوس عليها كليك وهنزل تحت شويه لحد لما الاقي عندي حاجه اسمها تكست. لو جيت هنا قلت مثلا فورورد، والله فورورد يعني يمشي لقدام. فلو جيت قلت له بعد اذنك ده خليه فورورد، فمعنى كده ان ده الزرار اللي لما ادوس عليه العربيه هتمشي لقدام. طيب والزرار ده ممكن نخليه رايت، والزرار ده ممكن نخليه ليفت، والزرار ده نخليه باك. طيب حلو قوي.
كده لما ندوس على الزرار ده العربيه تمشي لورا، لما ندوس على الزرار ده العربيه تمشي يمين، لما ندوس على الزرار ده العربيه تمشي شمال، لما ندوس على الزرار ده العربيه تمشي لقدام. جميل جدا. طيب بص يا صديقي، كده احنا هنوقف لحد هنا وهكمل لك الفيديو اللي جاي، وعايزك تطبق كويس قوي اللي انا عملته ده لحد لما تطلع نفس الشكل. الجزء اللي باقي هو جزء بسيط جدا خاص بالبلوكس بس، هنكمله في الفيديو اللي جاي مع بعض اللي هينزل بعد ده على طول. اهم حاجه تطبق بايدك. اهم حاجه لو عندك اي سؤال سواء ابعته لي على الواتساب او اكتبه لي في الكومنتس، وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. سلام.